ترند العنب الخطير بجد من اجمل الترندات اللي جربتها، وخصوصا بالموز طعمه في حته تانية. تعالوا بينا نشوف ازاي نجهزه مع بعض. حلو قوي للاطفال وكمان الكبار. حطوا لايك للفيديو وكملوا الفيديو للاخر، بجد هيعجبكم جدا جدا. واشتركوا في القناه لو لسه بتشوفوني لاول مره. في قلب التلاجة او حتى برطمان هنجيب شويه كده من العنب، اي نوع متوفر عندنا، ننزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر وعصير ليمونه كامله، ونبتدي نقلب كل المكونات دي مع بعضها، الليمون والسكر والعنب. بعد كده تقدروا تدخلوه الفريزر لمده ساعه وتشوفوا هنقدمه ازاي في اخر الفيديو. لو عندكم موز بجد الاضافه دي كانت مميزه جدا جدا. هنقسم الموز بالطول زي ما شفتم، بعد كده هنقطعه لحلقات. تقدروا تستخدموا اي نوع فاكهه تاني متوفر عندكم، جربوا مش هتخسروا حاجه. بس بجد الموز كان رهيب. نزلنا بالموز جنب العنب بالشكل ده، هنقلب كله في بعضه، هندخلهم الفريزر لمده ساعه كامله. بعد ما سيبنا الميكس ده كله مع بعضه ساعه واحده في الفريزر، كان تماسك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جيبوا بقى عوادي شيش طاووق او ممكن خله اسنان او بشوكه، وقدموه بالف هنا وشفا. خطير جدا جدا ومميز خصوصا للاطفال. انا اولادي كانوا بيتعاركوا عليه. التسكيره بتاعت العنب مع المزازه بتاعت الليمون والسكر بجد طعمه في منتهى الجمال. جربوه، شكله حلو قوي، هيعجبكم جدا جدا. وكمان تقدروا تجربوه باي نوع فاكهه تاني متوفر عندكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه لو لسه بتشوفوني لاول مره، وشيروا الفيديو لو حابين. وكمان ما تنسوش تدعموني بكومنتاتكم الجميله، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.